الشاعر سنختلف وننظر إلى المزيد من التقدم إن شاء الله. والحقيقة سوف نقدم الغريب. مئات الرسائل تكفي تؤكد أن الخلود بنبض القصيد، وأن الموات سيمضي، وللزائفين رحيل أكيد، وأن الزمان كغربال قمح فحتى ما تسقط منه الشوائب، أما الذي فيه للناس نفع سيبقى، وكل الثمار التي أنضجتها كفوف الكوادح فوق الغصون ستهمي، تقدم للخير بعثا جديدا. ومن بين تلك الوجوه الكوادح جئت اتخذت الجهاد سبيلا، وللكثر منكم برغم ازدحام الملامح نوم وغفوي قليلا. إذا أرقتني الحروف الثواقل أصفو أشخبط للكون حلما نبيلا، ولي في دروس السواق شرود، ولي في انتظار الوليد دليل، فإن لاح للفجر بسم الوليد شروقا ستحكي الرسائل عني، ستحكي الرسائل أني نذرت الفؤاد الكليم لأرضي، توزعت دمعي بين الخلائق عدلا، لآلئ تحيي النفوس التي أعقبتها السنون، ترهبت في دير بحر من الشعر يبكي، قصدت جدائل شعري فداء الوطن، فداء البلاد التي أنكرتني وعشت لها فوق طيني غريب. شكرا. القصيدة الثانية من اللون العاطفي، بعنوان التفريق. التفريق. فأنا التي علمت عينيك الكلام، فأنا التي علمت عينيك الكلام وصغتها موجا يلاقي الأبصرا، أغلقت في وجه المكارم مأمنا وهيعت للوجه الرخيص مبعثرا، وتركت غصنا بالثمار محملا
وذهبت للغصن الذي لن يثمره. نسجوا عليك شقاوتي وتدبروا، فوقعت في شبك الخيانة مجبرا. عاقبت نفسك بالفراق قساوة، وشربت ليل الهجر كأسا مررا. ما للخلائق وشرور طبائع، للحب تأبى أن تصون المنظر. والزيت وغد والزمان مضلل، نصف الأصاغر والأكابر صغرا. قالوا الحكيمة بالغرام تدلهت، قلت الهوان على الفؤاد تقدرا. وأعوذ من قهر الظلوم بخالقي، ينجي القلوب المشعلات تدبرا. عتبي على قلب الضعيف خفوقه، إنسان عشقا بات منه مكدرا. ويشد عقلي في أهازيج الصبر، قالوا الحكيمة بالغرام تدلهت، قلت الهوان على الفؤاد تقدرا. وأعوذ من قهر الظلوم بخالقي، ينجي القلوب المشعلات تدبرا. عتبي على قلب الضعيف خفوقه، إنسان عشقا بات منه مكدرا. ويشد عقلي في أهازيج الصبا، فمشيت بين الناس ذاهبة القرى. ناديت باسمك كل من يتقرب، شردت خطايا في متاهات الثرى. ولكم عكفت عن الكلام مع صحابي، شربت ملح الدمع ماء مسكرا. إني استعنت على